حاسه ان عليها واجب للتاكيد، حاسه بمسؤوليه تجاه البلد زيها زي المواطن الموجود جوه البلد، ده ما كانش يكون اكتر طبعا لان الحنين. نعم. وجو جميل جدا يعني. نعم. هنا الاجانب الوطنيه شغاله والناس فرحانه جدا هنا. نعم، نحن يعني ربما الآن لدينا هذه الصورة المباشرة من روما التي تعكس هذه الوقفة الاحتفالية لأبناء الجالية المصرية في أنحاء روما لاستقبال الرئيس السيسي والتعبير عن الفرحة لوجود الرئيس السيسي في روما. من الذي قام بتنظيم هذه الوقفة أستاذ جورج؟ الوقفه دي احنا عندنا هنا بكرر لحضرتك، احنا جبنا هنا احنا جمعيه المصريين لايطاليا من شمال ايطاليا، من ميلانو ومن فينيسيا، جبنا 3 اتوبيسات، اشتركت مع اتحادات وجاليات اخرى موجوده في روما شاركوا معانا. في مصريين جم لوحدهم وبمجرد الاعلان عن الوقفه يوم مصريين من كل حته، فاول ما اعلنا عنها ابتدى طبعا كله يتجاوب معها بالاجابه، وكان منظر مشرف جدا يعني. حتى بمرور الموقف ثالث الرئيس كانت حاجه مفرحه جدا. طيب، من خلال يعني جدول اعمال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ايطاليا اليوم، ما هي الخطوة القادمة؟ هل قام بالفعل بزيارة الفاتيكان أم ليس بعد؟ اليوم معلش ما سمعتش. أتحدث عن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الفاتيكان، هل تمت أم ليس بعد؟ تمت يا فندم، تمت خلصت من حوالي ساعة، من نص ساعة كده. طيب، كيف تحدثنا عن هذه الزيارة؟ نعم. الزيارة هقول لك يا بالنسبة طبعا من واقع الإعلام هنا دوت اللي احنا شفناه النهارده والملموس قدامنا. ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية لقاء السيد الرئيس بالبابا، هي عبارة عن رسالة بيقوم بها العالم العربي والعالم الإسلامي المتمثل طبعا في مصر كمكانتها دولية وتبعت رسالة السلام، ودي كانت عناوين الجرايد هنا. تقريبا معظم الجرايد لما كتبت ذكرت الزيارة مع المسؤولين السياسيين، بس أشارت يعني في مساحة أكبر للقاء مع البابا، واللي في رسالة السلام بتبعتها مصر لأوروبا وإيطاليا خاصة، إن إحنا دول نرى السلام نتعايش، وكان ليها رد فعل قوي جدا هنا موجود. السيد جورج قلادة رئيس جمعية المصريين في إيطاليا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.